بين رئاسة الوزراء والتصنيع العسكري وسلطة الاحتلال هنالك لولب دوار. أسس اللبنة الأولى لإعادة التصنيع العسكري بعد أن أوقفته سلطة الاحتلال وإيقاف آلاف العاملين. بالتعاون مع رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وقفت الساعدي مطالبة بإعادة التصنيع العسكري واحتواء موظفيه لنقلهم لمؤسسات الدولة لحياة كريمة وبعيدا عن المنظمات الإرهابية، حتى أصبح أمرا واقعا. كان ملف إعادة حقوق منتسبي التصنيع العسكري، وكانت تمثل إعادة حقوقهم في عودتهم أو توزيعهم على وزارات الدولة كافة. بالبداية أحب أن أوضح أنه التصنيع العسكري تم حله من قبل الحاكم المدني بول بريمر في من ضمن الكيانات اللي انحلت، وكان تقريبا عددها 12 كيان، حلها بقرار رقم 2 في 22/5/2003. التصنيع العسكري العراقي في خضم التحديات التي واجهت الدولة العراقية بعد عام 2003. كان ملف التصنيع العسكري واحدا من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية نظرا لتداخله مع القرار السيادي لسلطة الاحتلال من جهة وارتباطه بمصير آلاف العوائل العراقية من جهة أخرى. فوسط هذا المشهد المضطرب وبدعم مباشر من رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي، برزت جهود الدكتورة باسمة الساعدي كنموذج نادر للمسؤول الذي جمع بين الشجاعة الإدارية والرؤية الإنسانية، حين تصدت الدكتورة لهذا الملف الشائك مدفوعة بواجبها الوطني والأخلاقي لإنصاف شريحة مهمشة من خيرة الكفاءات والخبرات الوطنية التي طويت ملفاتها قسرا، فقد كانت خطواتها مدروسة وتحركاتها مؤسساتية. وكان بول بريمر يمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، أصدر على إثر هذا قرار منح طوارئ لمنتسبي الجيش السابق من الكيانات المنحلة والتصنيع العسكري فقط، من الكيانات المنحلة اللي كانت تصرف لهم منح طوارئ، حيث كانت تلك المنح توزع في شركة الكرامة العامة التي أصبحت لاحقا هيئة التصنيع الحربي. استمرت هذه المنح إلى أن كلف دولة رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي الدكتورة باسمة الساعدي باستلام ملف التصنيع العسكري لإعادته إلى الواجهة. نعرف احنا او حتى القلوب بالصوره ويكون المشاهد بالصوره يعرف انه الكيانات المنحله بعد ان حل بريمر في حكومه السيد الجعفري صدر قرار مجلس الوزراء، القرار التشريع رقم 30 لسنه 2005 كان تاريخه في 24/9/2005 اللي على اثر هذا القرار التشريع رقم 30 حال كل منتسبي الكيانات المنحله الى التقاعد. بين رئيس الوزراء الأسبق والدكتورة باسمة الساعدي تم مفاتحة كافة الوزارات والهيئات المستقلة لغرض استيعاب كافة منتسبي التصنيع العسكري بحسب تخصصاتهم، حيث استمرت المخاطبات منذ شهر نيسان 2007 ولغاية شهر تشرين الأول من نفس العام. فعلى أثر ذلك التقت الدكتورة باسمة الساعدي في الشهر الرابع من عام 2007 بالسيد أحمد الفضلي الذي كان مسؤولا عن إدارة هيئة التصنيع العسكري التي كانت تابعة لوزارة المالية بعد سقوط النظام البائد. وخلال حديث الدكتورة معه وإبلاغه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين وضع موظفي التصنيع العسكري وإعطائهم حقوقهم من خلال نقلهم إلى وزارات الدولة
وتحولهم من استلام منح طوارئ إلى موظفين يتقاضون رواتب دائمين. رفض السيد أحمد الفضلي فكرة نقلهم، حيث طلب إعادة العمل بهيئة التصنيع العسكري. عليه أبلغت الدكتورة باسمة بأن الظروف غير مؤاتية لبقاء الهيئة، كون عملية حل الهيئة كان من قبل الحاكم المدني الأمريكي، وأن العراق في حينها كان ما يزال تحت الاحتلال، لذا لا يوجد حل آني غير دمج الموظفين في الوزارات. وعليه طلبت منه الدكتورة تزويدها بقاعدة بيانات شاملة لموظفي التصنيع العسكري. بعد ما التقى الاستاذ احمد الفضلي، كان توجه احمد الفضلي انه يرغب انه ترجع هيئه التصنيع العسكري كما كانت، وهذا الكلام مرفوض. بلغت انه هذا الكلام مرفوض، لان هيئه التصنيع العسكري هيئه حلت بقرار امريكي من قبل الحاكم المدني بولي بريمر، ولم تعاد بقرار امريكي، لذلك كان صعب اعادتها كما كانت، وكان الوضع ما يسمح لان كان التصنيع العسكري غير مرغوب به في تلك المرحله. لأن هي طلبت انه يستوعبون بالوزارات، انه يستوعبون كوادر وطاقات منتسبي التصنيع العسكري المنحل، وايضا منتسبي الجيش السابق من حملة الشهادات العليا اللي كانوا راغبين بالعودة الى وظيفة مدنية وليس الى الجيش الحربي. ولا وزارة تمكنت من استقبالهم تحت حجج واهية وأعذار، منها كانت حجة الوزارة أنه ما حاجة إلى خدماتهم، منها حجة أنه نسبتهم المقررة من قبل وزارة المالية أنه تجاوزوا العدد، منه أنه ما عندهم درجات وظيفية شاغرة، وهكذا كثير من الأعذار. رفضت الوزارات استقبالهم تحت ذريعة عدم وجود درجات وظيفية وتخصيصات مالية. عندها طرح السيد رئيس الوزراء الأسبق الموضوع خلال الجلسة 17 لمجلس الوزراء في تشرين 2007، وصدر توجيها من سيادته بتوزيع موظفي التصنيع على الوزارات كافة. واجهت العملية عائقا قانونيا، حيث تم نقل الموظفين بدون درجات وظيفية وتخصيصات مالية، الأمر الذي دفعهم لعدم الالتحاق في الوزارات التي نقلوا إليها. ولأن قرار الحل صدر من جهة رسمية كانت تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية، سلطة الائتلاف، تطلب الأمر إصدار قانونا جديدا من مجلس النواب لتغطية هذا الجانب. بناء على ذلك تم التنسيق من قبل الدكتورة باسمة الساعدي مع وزير المالية الأسبق، الذي بدوره وجه مدير عام دائرة الموازنة في الوزارة بإجراء اللازم للتعاون مع الدكتورة باسمة الساعدي وفق متطلبات إنجاز الملف، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة المالية. وبعد التنسيق والمتابعة مع اللجنة المالية في مجلس النواب تم إضافة المادة القانونية لقانون الموازنة الاتحادية، وتم التصويت على القانون الذي أتاح لوزارة المالية بتوفير التخصيص المالي والدرجات الوظيفية لكافة منتسبي الكيانات المنحلة، منهم منتسبي التصنيع العسكري. وبموجب هذه التعديلات تم نقل جميع منتسبي هيئة التصنيع العسكري إلى وزارات الدولة المختلفة وفق التخصيصات والدرجات الوظيفية المحددة، استنادا إلى توجيه مجلس الوزراء، حيث وصل عدد الموظفين الذين باشروا في الوظيفة إلى 48,350. بلغت نسبة إنجاز الملف 100%. أما بالنسبة إلى حملة الشهادات العليا فقد تم مفاتحة دولة رئيس الوزراء للإيعاز إلى وزارة المالية لوضع تخصيص مالي ودرجات وظيفية لأكثر من 5940 من حملة الشهادات العليا الأكاديمية والفنية لغرض العمل في وزارة التعليم العالي وحسب الاحتياج. وكان توزيع الموظفين على الوزارات وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 306 في أغسطس 2008.
قانون الموازنة اللي حول لنا أباح لنا أنه استحداث درجات وظيفية لتحويل منتسبي التصنيع العسكري للوزارات بدرجاتهم وتخصيصهم المالي. اللي حولت حسب هذا الجدول وزارة الصناعة حولنا لها 17574 في 19/8/2008، ووزارة الدفاع حولنا لها 25258 اللي تمثل كانت مثل شركة حطين وقعقاع وبدر واليرموك، هاي الشركات اللي كانت متخصصة بالصناعة الحربية. هذا كان أيضا في 19/8/2009. وحولت إلى بقية الوزارات حسب طلباتهم، أكو طلبات شخصية وأكو حسب طلباتهم أو حسب لقاءاتهم أو من خلال. لقد أثبتت الدكتورة باسم الساعدي من خلال إدارتها لهذا الملف أنها تمثل صوت الموظف المظلوم والمسؤول الذي لا يتقاعس أمام صعوبة المهمة، بل يزداد إصرارا كلما تعقدت المسارات. لم تكن تلك مجرد إجراءات إدارية، بل كانت معركة لاسترداد الحقوق وصون الكرامة، خاضتها بمهنية عالية وبإتقان قل نظيره. يبقى هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل جهود الدكتورة باسم الساعدي لم يكن مجرد قرار نقل أو إضافة فقرة في الموازنة، بل كان قرارا بإعادة الثقة لكفاءة عراقية أقصيت ظلما، وكان درسا في كيف يمكن للإرادة الصادقة أن تنتصر على قرارات الظلم التي صدرت من الحاكم المدني بول بريمر. ويبقى هذا الإنجاز شاهدا على أن العراق ما زال يزخر بالنساء والرجال القادرين على إنقاذ الملفات التي ظن الكثير أنها طويت إلى الأبد. ويبقى المستشار الأمني كنز لا يفرط به، وعلى الحكومة الاحتفاظ بهذه الشخصية واحتوائها وإعلانها كرمز وطني، فليس كل يوم تحصل الحكومة والدولة على هكذا امرأة.